السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو النهاردة هكلمكم فيه عن تليفون من شركة سامسونج، ده نازل مع تليفون سامسونج A24 وهو سامسونج جالاكسي A14. لو انت واخد قرار ان انت تشتري التليفون ده، اتقل شوية واتفرج على الفيديو ده وشوف ده فعلا التليفون اللي انت عايزه ولا لا. ومجرد ما انت ما تروح تدفع الفلوس كده وتاخد العلبة وانت مبسوط بيها وتفتحها، مش هتلاقي فيها غير التليفون وكابل بتاع الشاحن والدبوس بتاع الشريحة وشوية كتالوجات احنا ما بنبصش عليها. فكالعاده سامسونج للمره المليون بتنزل تليفون ساده من غير اي حاجه. طلعت التليفون بقى من العلبه، اول حاجه هتلفت انتباهك للتليفون التصميم. بصراحه التصميم بتاع التليفون ده مش وحش، التليفون تصميمه حلو والخامات طبعا كلها بالكامل من البلاستيك، والوزن بتاعه كمان 201 جرام، فمش وزن تقيل، وزن خفيف حلو كده في ايدك. بس للاسف مش معاه شهاده ان هو مقاوم للماء والغبار، فانت ممكن في الجو التراب اللي احنا فيه والجو المطره اللي احنا فيه برضو من ده على مرندا، لو عرضته للحاجات دي ان هو يبوظ منك او يهنج منك، فحاول تحافظ عليه وتجيب له جراب محترم كده عشان يحميه من الحاجات دي. طبعا التليفون ده بيدعم شريحتين اتصال مع دعم اضافي لكارت الميموري، كل ده جميل مفيش فيه اي مشكله. تيجي بقى تقلب التليفون على وشه وتفتحه عشان تشوف الشاشه بتاعتك. الشاشه كالعاده نفس شاشه A24، نفس المنظر بالظبط، حواف كبيره قوي، النوتش الحرف اليو اللي اتلغت من قرن حاطينها برضو في التليفون ده في اواخر 2023. المفروض بقى ايه، خلاص الستايل ده قديم، ينزلوا بقى حاجه جديده؟ لا، مصرين ان هم ينزلوا نفس الشكل اللي مش تمام ده. نبص بقى على الشاشه ونشوف العتاد بتاعها ايه. اولا حجم الشاشه دي 6.6 انش من نوع BLS LCD وبتدعم الفول اتش دي بلس. مش هقول لك شاشه حلوه ومش هقول لك شاشه وحشه، شاشه معقوله متوسطه. في الفئه السعريه دي مش هيحطوا لك شاشه اموليد اكيد، فشاشه الى حد ما معقوله بتقضي معاك الغرض. بالنسبه لتجربه الصوت بقى في التليفون ده، لو انت عايز تاخد مشاهده حلوه منه، الصوت للاسف مونو، وما اكتفوش بكده، لا كمان الصوت ضعيف شويه، مش هتحس ان انت واخد منه صوت حلو. وطبعا علشان خاطر الشاشه مش سوبر اموليد، فاذا البصمه موجوده في زرار الباور وشغاله بصوره كويسه جدا، ما فيهاش اي مشكله. نيجي بقى للمعالج. التليفون ده جاي بمعالج من نوع اكزينوس 850 وده بتكنولوجيا 8 نانومتر، ده نفس المعالج اللي موجود في A13، ما اختلفناش كتير يعني. المعالج ده اداؤه في الالعاب معقول، مش هيقول لك ان هو وحش في الالعاب، لا، ما اداؤه برده معقول، ستيبل، مش هيسقط معاك فريمات، بس مش هتاخد منه اعلى اعدادات او اعلى فريمات ان انت مستنيها منه. بس بعد التجربه وتجربه كمان ناس كتير، التليفون ده بيهنج شويه، يعني لو انت فاتح اكتر من تطبيق الشاشه بتاعته بتهنج، تحس ان هو حصل فيه لاج كده مره واحده، ما مش فاهم ده من ايه، بعد كده يرجع يفك مره تانية. ما اعرفش ده عيب سوفت ولا عيب ايه بالظبط. التليفون ده جاي باندرويد 13 مع واجهه One UI 5. نيجي بقى لاداء البطاريه. التليفون ده جاي ببطاريه 5000 ملي امبير، حلو جدا مفيش فيه اي كلام. بس الوحش ان التليفون ده بيدعم شحن سريع او شحن عادي بقوه 15 واط، ده ما يتقالش عليه شحن سريع. تشحن التليفون في ساعتين وي، ده مش شحن سريع، ده يا باشا تهلك التليفون براحتك طول اليوم، تحطه بالليل كده، تروح حاطه على الشاحن بالليل، تصحى الصبح عشان يكون ايه، شحن، مش تقعد جنب التليفون ساعتين عشان يشحن. فتعبان، الحته دي تعبانه بصراحه. لو عايز تعرف بعدد الساعات التليفون ده يقعد معاك قد ايه سكرين اون، ده من 8 ل 9 ساعات بالظبط. نيجي بقى للكاميرات. التليفون ده جايب 3 كاميرات خلفيه. اول كاميرا معانا دي الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8. تاني كاميرا معانا 5 ميجا بكسل دي عشان تديك تصوير واسع. تالت كاميرا معانا 2 ميجا بكسل دي عشان خاطر تصور ماكرو. طبعا مفيش كاميرا للعزل، والكاميرات هتاخد منها اداء معقول او مش معقول قوي برضه، يعني هتاخد منها اداء تعبان حبتين. وبالنسبه للكاميرا الاماميه دي جايه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0. الكاميرا برضه محتاج ظروف معينه كده علشان تاخد منها صوره حلوه، اضاءه معينه تهيئ لها الجو عشان تعرف تطلع منها صوره حلوه هي والكاميرا الخلفيه. وبالنسبه لتصوير الفيديو، التليفون ده بيدعم تصوير فيديو لحد 1080 بجوده فول اتش دي، وكمان في مايك عزل اضافي عشان خاطر وانت بتصور الفيديو ما يشدش بقى الشوشره معاك زي اللي انتوا سامعينها دي، ده لو انتوا سامعين شوشره. نيجي بقى لاهم نقطه، ودي بصراحه اللي استوقفتني في التليفون ده ما بيدعمش ال NFC. يعني ايه تليفون نازل في 2023 ما بيدعمش ال NFC؟ دي حاجه بصراحه لو انت عايز تشتري التليفون ده هقول لك لا يا باشا ما تشتروش. بالنسبه لبقيه المستشعرات فهي شغاله بصوره كويسه جدا، ما فيش فيها اي مشكله تماما، ما عدا الجيروسكوب شغال سوفت وير وساعات بيسرح منك، فلو انت بتلعب لعبه فيها جيروسكوب اللعبه دي هتبوظ منك. اخر حاجه بقى نيجي ليها وهو سعر التليفون ده، او قبل الاخيره
عشان انا هقول لك المفيد بقى بعد سعر التليفون ده جايب نسختين، 64 جيجا مع 4 جيجا رام، وده عامل 5200 جنيه. النسخه الثانيه 128 جيجا مع 4 جيجا رام برضو، وده عامل 5800 جنيه. فالاسعار دي بصراحه اسعار معقوله، يعني في الوقت اللي احنا فيه ده اسعار حلوه. لو من سنتين 3 بقى كان التليفون ده ينزل مثلا بسعر 2000 جنيه بالكتير قوي، يعني كرمناه 2000 ونص كده يبقى 100. انما ان انت تشوف تليفون 4 جيجا رام ب 5800 جنيه، لا الموضوع بصراحه صعب جدا، وبالامكانيات اللي احنا شايفينها دي لا برضه الموضوع صعب. فالخلاصه بقى تشتري التليفون ده ولا لا؟ بص، انت مع الوقت هتحتاج NFC ده مهم جدا ان هو يكون في التليفون. زائد كمان انت محتاج شاشه حلوه، شاشه تعتمد عليها. لو انت بتحب الالعاب فانت محتاج بروسيسور حلو يكون في التليفون، فانت ممكن تزود شويه وتجيب تليفون احلى من ده. انا شايف ان التوليفه بتاعه التليفون ده بصراحه ما تستحقش ان انت تشتريه. غير كمان ان العلبه جايه فاضيه من غير اي شاحن، وغير كمان ان الشاحن او ان التليفون بيدعم شحن بقوه 15 واط. فالموضوع صعب جدا ان انت تجيب تليفون بالسعر ده وبالامكانيات دي. ممكن بالسعر ده فعلا تجيب امكانيات اعلى من كده بكتير لو انت جبت حاجه مستعمله نظيفه، استعمال نظيف. فكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب اكون فدتكم. سلام.